ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ عايز اتكلم معاكم كده عن واحد من اكتر الافلام اللي انا منتظرها السنه دي بعد فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون. ومش انا بس، ده في ناس كتيره جدا برضو منتظره الفيلم ده يكفي بس ان انا اقول لك ان في اقل من 24 ساعه من نزول البرومو الرسمي للفيلم، البرومو جاب 10 مليون مشاهده، وهو فيلم نابليون لخواكين فينيكس. خواكين فينيكس كان نزل فيلم السنه دي وهو فيلم بو ذا فريد. الفيلم كان كويس وكل حاجه، بس كنت تحسه كده ان هو فيلم فلسفي شويه، فما كانش كل الناس او مش كل الناس هتحبه او هتفهم معنى او الهدف من الفيلم اصلا. بس فيلم نابليون هيكون مختلف عن الفيلم ده خالص، بالاخص على مستوى الجمهور، لان انت هنا بتعمل فيلم سيره ذاتيه عن واحد من اهم واشهر القاده في التاريخ وهو نابليون. الفيلم طبعا بيحكي عن السيره الذاتيه لنابليون بونابرت، وبيوريك ازاي ان هو وصل للسلطه، وبتشوف الصعوبات والتحديات الكبيره اللي هو واجهها، وعلاقته بمراته الاولى الامبراطوره جوزفين، وهيوريك المشاكل وطبيعه العلاقه بينهم كانت عامله ازاي. وزي ما احنا شفنا في البرومو المعارك اللي نابليون دخلها، ومن بينهم طبعا الحمله الفرنسيه على مصر، وشفناه وهو بيضرب بالمدافع على الاهرامات وابو الهول. وهتشوف المعارك والحروب اللي دخلها نابليون وهو قائد للجيش الفرنسي لحد ما بقى امبراطور فرنسا سنه 1804. فيلم نابليون هيكون من اخراج المخرج ريدلي سكوت، اللي اخرج قبل كده فيلم جلاديتور، وكان مع خواكين فينيكس برضه، وكان واحد من اقوى افلام خواكين فينيكس طبعا مع الممثل راسل كرو. وهيشارك مع خواكين فينيكس بطوله فيلم نابليون الممثله فينيسيا كيربي، والممثل الفرنسي من اصل جزائري طاهر رحيم، وبين مايلز، وماسيو نيدهم. والفيلم هيتعرض في مصر يوم 23 نوفمبر. وبس كده. طبعا عايز اعرف بقى، هل انت متحمس ومنتظر الفيلم ده ولا لا؟ قول لي رايك طبعا في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.